ليه؟ السنه كانت متلخبطه خالص يعني. حتى جمهور الزمالك ما قابلني في الشارع لغايه دلوقتي يقول لي انت حظك انت جيت في سنه ما فيهاش امم. استقرار. اه. احنا جايين حوالي مثلا 16 لعيب، اوكي. مشينا 15 مثلا. يا خبر، ايوه صح انا فاكر. سنه اه. واحده مشينا 14، اتبقى احمد رفعت الله يرحمه ودونجا، قائمه انتظار. اه. دونجا اللي هو في بيراميدز دلوقتي. قائمه انتظار، امم. يعني مش تكملوا مع الفريق، امم. قائمه انتظار. امم. مشينا وهم 14. دول الصفقات اللي اصلا اتعاقدوا معاهم في بداية الموسم؟ ايوه 16 هم ماشي. هم يا ايوه خبر ابيض. الموضوع كان صعب يعني. ايه اللي حصل؟ احكي لي بقى على السنة دي. مفيش، انا دخلت نادي الزمالك الحمد لله. طبعا كنت انا طبعا من الفرحه. طبعا اكيد. انت من الفرحه، لا موضوع انت عايز بقى تخش بقى، انت باصص منتخب مصر وباصص بقى ان انا اخد امم. افريقيا وباصص ان انا اخد الدوري وباصص ان انا ممكن احترف. انا لسه صغير، انا رايح امم. 26 سنه، امم. عايز اعمل حاجه بقى. ان انا امم. كل ده بلعب مع الشرطه، طبعا الناس كلها عارفاني. بس نادي الزمالك حاجة زودك. تانية، نقلة تانية طبعا. انا دخلت كان ساعتها نادي الزمالك هيلاعب هو موضوع الكاس دوت. بعد كده عندنا الوداد اه. في فدوري المغرب. ابطال افريقيا. في المغرب امم. كنا احنا بنتمرن تمرينتين مع المستبعدين. مش مقيد افريقي. اللي مش مقيد، والصفقات الجديده اللي مش مؤيده، اوكي. واللي متأيدين وخارجين بره الماتش. امم. شيكابالا وابراهيم صلاح وانا وبقى ومحمد ناصف واسامه ابراهيم اه. ودونجا وشوقي السعيد وكل ده امم. خلاص. دول اللي خلاص الصفقات اللي خلصوا مش متأيدين. فبنتمرن مع كابتن عبد الحليم علي ساعتها اه. اوكي. قبل ما يمشي على طول. كابتن عبد اه. الحليم مرنا تمرينتين ومشي. امم. جيب كابتن محمد صبري مدرب المستبعدين يعني. مدرب عام. اه. اه اوكي. مرنا وكده. مستنيين بقى ان احنا كان عندنا اول ماتش في الدوري نصر التعديل في اسوان. اه. الفرقه لسه طالعه طبعا. الماتش ده مشهور جدا. مم. الكره اللي هي كانت البلاستيك اللي بنلعب بيها دي، لونها احمر كده، ضيعنا ضربتين جزاء ساعتها. ستانلي اه. اه. وايمن حفني. فاكر. يعني ايمن حفني طوح الكوره، ايمن مم. حفني طوح الكوره. فالكوره كانت بلاستيك ازاي؟ الكوره كانت اكنك جايبها لابنك في الشارع. كان اسماعيل يوسف دخل للكوره للحكم لا والله. وقال له دي العب بيها في الصاله لابني، ابني يلعب بيها في الصاله، يا ما خبر العبش بقى ابيض. ماتش دوري. قال له ما فيش غيرها، ودي الملعب بتاعهم. امم. اه والله الماتش كان ده غريب. خلص كام الماتش ده؟ 2-0. 2-0 الزمالك كسب اه 2-0. كسبنا اه. بس اوكي. الموضوع كان صعب بقى. كانت قصة صعبة. هوا كوره امم. هوا. امم. بقول لك اعمل حلف طوح الكوره في المدرج. امم. اه والله واستنى راح مضيع ضربه جزاء بعديها. اه. بس كسبنا يعني الحمد لله ساعتها، والبدايه كانت كويسه. تمام. ولعبت انت الماتش ده؟ لعبت طلعت حوالي الدقيقه حاجه و60 حاجه و70 بدات. انت بدأت. اه. مم. بس طبعا بقى تغيير كان المدربين. المدير الفني مين ساعتها؟ مؤمن سليمان. مؤمن سليمان. اوكي. كنا رايحين بقى سان داون ساعتها. اه، بعد ماتش النصر التعدين ده. اه نهائي اه افريقيا بقى. اه نهائي افريقيا. رحنا هناك سان داونز. كان هو كابتن مؤمن مختار 4. امم. كنت انا وناصف ودونجا واسامه ابراهيم. بياخدهم معاه المعسكرات عشان لما يرجع انا عايزكم انتوا اللي هتخشوا الفرقه بسرعه، انا عايزكم انتوا ماشي. في الدوري. ماشي. بعدين. بس كان باخدنا معاه كل معسكرات افريقيا. اه. رحنا بقى اللي حصل في سان داونز وكده. امم. وجينا رجعنا. لعبنا المصري تعادلنا، ما لعبتش. امم. آه، لعبنا حد تاني طنطا وتعادلنا ومشي كابتن مؤمن. اه. جه كابتن محمد حلمي. ادي تاني مدرب. اه لا ده السنه دي فيها 7 مدربين. 7. اعدهم لك بالظبط. يا خبر ابيض. والله ما بص، ما هتلعب ازاي بقى انت. لا لا، صعب جدا. امم. فجه كابتن محمد حلمي. قعدت شهر ما بلعبش بقى. انا من ساعه امم. ماتش النصر التعديل اه. ده لا بقعد على الدكه لا بنزل 10 دافع. امم. انا مش لاقي نفسي. صح. بس قلت طبعا لا، هيجي لي فرصتي هتستحمل ان شاء وهتيجي الله يعني. بفرصة وبتاع وكده. اه. فجه كابتن محمد حلمي. بدأت مع بتروجيت. امم. طلعت الدقيقة 80 كسبنا 1-0. قلت خلاص كده. الدنيا واحدة تمام. واحدة الدنيا. لقيت نفسي بعدت خالص تاني. امم. 3 4 ماتشات. رحنا خدنا السوبر من الإمارات بالكابتن محمد حلمي. اه. السوبر بتاع ضربة جزاء اللي مؤمن ضيع وحسام غالي اه، ضربات الجزاء. اه. اه اه. اه. خدنا السوبر ونزلنا هنا في الدوري. لوشنا ماتشين كده راح كابتن محمد حلمي ماشي. امم. جه محمد صلاح. اه. ما لعبش الماتشين مشي. جه إناسيو. امم. طبعا انا ساعتها قعدت مع كنا في الهدف. انا فاكر كويس قوي. قعدت مع نفسي قلت لا الهمدان اللي انت فيه ده مش هينفع. مش هينفع في ده مدرب مدرب اجنبي بقى اجنبي ولا وبتاع. يعرف مين سين من صاد، ما يعرفش اه. حد. اه. فاشتغل بقى تاني اول تمرينه في الهدف في المربعات الراجل ناداني لوحده. امم. هو ما كانش يعرف اي حد غير شيكابالا. شيكابالا بس يعرف شيكابالا عشان كان هو تجربته مدير في رياضي في، سبورتنج هو الراجل ده لشبونه. كان مدير رياضي في سبورتنج في لشبونه. سبورتنج. اوكي، لما شيكابالا راح هناك فانا قعدت مع نفسي قلت لا ما اعرفش حد امم. بالتمرين بقى. صح. فالراجل راح مناديني في المربعات ونادى كام واحد كده فناداني. قال لي انا اتفرجت عليك.
اه. فهو الراجل ده معاه واحد شاطر قوي اه. من ساعه ما مضى في نادي الزمالك، فجاب السي في بتاع 30 لعيب امم. لعب فين قبل كده وطريقه لعبه عامله ازاي امم. قال لي هسالك سؤال، قلت له اتفضل. انت كنتش بتلعب ليه؟ امم. لسه بتكلم. قال لي بص ما مش عايز اسمع حاجه، امم. انا عندي ماتش بكره مع الشرقيه، الماتش ده انا هقعد في المدرج عشان كان اول تمرينه ليه، اه. فطبعا هدخل ال 18 ولا ال 20 اللي هم مفنشين معايا. اكيد. بعد كده في فرصه ان انا ان شاء الله، انا بقول لك انت ليك فرصه معايا اه. من اول يوم. حلو قوي. فخلاص بقى الراجل ليه انا، نظرة يعني اهو. امم. وبيتفرج هو مش هو ما فاهم فاهم يعرفنيش، هو فاهم. اتفرج على زي ما اتفرج عليا، اتفرج على اللعيبه كلها. امم. من تاني ماتش على طول طلع الجيش، كنا كسبت 2-1 ونزلني الدقيقه حوالي حاجه و60، اوكي. رحت عملت الجون انا واحمد رفعت الله يرحمه امم. 3-1. امم. في المحاضره راح قال بعد الماتش، فهو عمل محاضره كويس وكسبنا اول ماتش للراجل يعني. امم. راح قال لي ريكو ومترجم بقى، قال لي انت بتلعبش بقالك قد ايه؟ امم. قلت له ما اخش ماتشات مثلا بقالي مثلا حاجه و20 يوم 30 يوم كده. امم. قال لهم وايه رايكم امم. كده؟ هو امم. ما اتكلمش علينا بس، هو اتكلم على فاهم ناس فاهم. تانية. اه. قالوا له لا ريكو احنا كده كده كنا بنطلب ان هو يلعب وبتاع امم. ماشي. قال لهم دي ناس دي لازم اللعيبة نستفاد، ها. لازم اه. نستفاد منها يعني، اه. لازم يدخل كله. اي حد هيبقى حاسس ان هو عايز يشتغل معايا الاجانب صح صح. انا هدخله، امم. ما كله في مصلحة الفرقة. ما يكون طبعا. عندي في المركز اتنين وتلاتة واربعة، طبعا. الراجل ما يطلعنيش خالص. اكيد. الراجل يتزني في الباك رايت اللي جبت فيه الجون بتاع ماتش الداخلية، اه. اسامة ابراهيم نزل او حسني نزل، يعني اسامة كان بادئ حسني فتحي. وحسني نزل اه. اتعور، رحت انا لاعب باك رايت امم. جبت جون بدماغي ساعتها. امم. ايمن حفني اتعور ماتش اتحاد العيب لعبنا 10، اه. ماتش اتحاد العاصمة بدأت 6 فكان طارق. فكان جوكر يعني. في اي الراجل حتة بيلعب، استخدمك في كذا مكان وشاف ان انت بتأدي كويس في اي حتة كان بيلعب دي وانا ما حاجة تبسط اعرفوش اي ولا مدرب على يعرفني فكرة. يعني. امم. بس جه ميدنا تاني بقى، ليه بقى؟ جه الكابتن طارق يحيى. اه. مشي ناسي، هو قعد قد ايه ناسيو؟ قعد حب. قعد شويه حلوين اه. اه قعد حبة م- حلوين، م- بس م. كنت بتلعب مع ناسيو عادي؟ بلعب في اي يعني، اللي على منعني طول. عنده ان انا العب ان انا كان عندي امتحانات في سفريه ليبيا بس. بس. لكن اي ماتش كان بياخدني معاه، لو ما بدأش بيا بينزلني، لا ماشي. ابدأ لا انزل. باك رايت ديفندر بتاع 10 هاف، كنت بيلعبني في اي حته. في اي حتة. مشي ناسيو بقى، جيب كابتن طارق يحيى. جه الكابتن رايحه كان ساعتها البطوله العربيه. حلو. لا جه الكابتن محمد صلاح تاني، بعد كده الكابتن محمد طارق يحيى. اه. يبقى دي كده انت مسكوا داخل في الاثنين 5 مدربين. 6 ولا بقول لك، اه. مسك الكابتن طارق يحيى بقى البطوله العربيه. اه. كان خلاص انا جاي لي بقى المقص، وخلاص انا خدت الاوردر بقى، انا همتوني تاني. لمجرد ان الكابتن طارق يحيى جه، ان مدرب مصري جه، ولا يعني ايه اللي يهمدك؟ خلاص ما انا لقيت طب ما نفسي. يمكن الراجل يلعبك. يا باشا الراجل مشي، الراجل مشي وكاتب اسماء، دي مين هتفيد هو؟ نادي الزمالك. ايناسيو ده لما مشي بيكتب تقرير وهو ماشي، اه. كاتبني في وسط طارق والونش اسماء يعني كويسة. 11 لعيبه دول لازم يقعدوا، الباقي مش مهم تمشوه. امم. فتمام انا حلو. مفنش مع الراجل، انا بلعب. فالمفروض الكابتن طارق يحيى يجي يطلع على التقرير ده مثلا. اه هو ما فيش تطلع على ما الكلام ده كده حدش كده عامه. ما حدش انا بيطلع تاني عليه. يوم سمعت ان انا ماشي الزمالك هيستغنى عن صلاح ريكو الله. والبطوله العربيه هتشتغل. اه. صلاح ريكو وناصف وشوقي السعيد واسماء عملت في القنوات بقى، عملت تقال. اه. الله يرحمه راح مكلمني الكابتن ايهاب، امم. قال لي يلا عشان تيجي المقص. اوكي. كان ساعتها المقص واخد تاني ده الدوري، كان يلعب دوري خلاص انت كده في اخر الموسم خلاص؟ البطوله العربيه. الموسم اه. خلص، احنا بنلعب اه. البطوله العربيه اللي كانت في اسكندريه. عارف عارف. ف همت بقى ما اسمع اسمي هاجي اعمل ايه في البطوله العربيه. امم. امم. خلاص خدت قرار انا همشي. قررت تمشي. خلاص انا بتمرن بقى في البيت وقاعد وبتاع، وخلاص بقى بيكلموني تعالى على البطوله العربيه. قلت لهم البطوله العربيه مش بالعربيه، انا راجل جايب لكم 5 مليون جنيه، اه. زي ما مشيت ب5 انا جايب 5، اه. ما خسرتكش حاجه. يعني سيبني مش زي امشي بقى. اللعيبه اللي جاب بملايين ومشي ببلاش. اه. المقاصة عايز تشتريني. اه. كان ساعتها فالمقصة فعلا دفع 5. اه امم. كابتن ايهاب خلص على طول. ما اتكلمش معاك ساعتها مرتضى منصور مثلا او غيره؟ احمد مرتضى اللي اتكلم معايا في اعاره، قلت له لا مش اعاره، انا راجل يعني هروح اتالق واجي لك تاني تقعدني امم. واروح مثلا. خلاص انا ماليش نصيب. امم. امم. ساعتها كان في لخبطه في النادي جامده. امم. بقول لك انا سمعت اسم ان هو ماشي من القنوات، انا ما اعرفش حدش كلمني في ما حاجه. حدش قال لك اي حاجه. ما هو طبيعي، مع كم التغييرات دي مفيش استقرار فني ومفيش مدير فني ومفيش جهاز مستقر. وانت اكيد. بتلعب وانت بتلعب. يعني، انا مفنش مع الراجل، انا بلعب. امم. مفيش ماتش خرجت منه مع الراجل غير ماتشين، ماتش في ليبيا وماتش في القاهره كان عندي امتحانات. بس. بقيه حاجه الماتشات انت غريبه قوي موجود. والله. مين اللي كان بيقيم طيب بعد ما انا الراجل ما مشي؟ اعرفش حاجه، انا ما اروحش نادي الزمالك تاني.
بعد ما مشي ايناسيو ما رحتش نادي الزمالك ما تاني؟ روحتش تاني خلاص، هم سافروا البطوله العربيه، كانت المعسكر في اسكندريه، ما انت قلت روحتش. لهم مش جاي؟ خلاص ان الاسماء اللي اتعرضت دي في ناس راحت بقى، اه. ده موضوع شخصي.